السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من أحد مواقعنا، احنا شغالين في الشغل الخارجي. احنا هنا طبعا المدخل ده عملناه بازلت 10 في 15. وهنا طبعا عندي البلدورة عشان أحواض الزرع. وجوه شغالين في الانترلوك. عندي الشغل هنا في الانترلوك زي ما حضراتكم شايفين. هنقف عند السلاح اللي هو الأخير ده، مع ان احنا برضو شغالين في الورنيش بتاع الحجر. المعلم عنتر هو اللي شغال فيه وبيضحك علينا وبيسيب حرامية في الشغل. برضو عندي الاحواض بتاعت الزرع اتعملت حجر برضو وبتتورنش وبتتشطب. الجزء ده زي ما انا عندي ده المدخل الرئيسي. حلو الكلام. انا عايز اعمل استربات في النص تطلعنا على السلم. ماشي. الفراغات عندي هيبقى فيها حاجة من الاتنين، لا هيبقى فيها نجيلة صناعي أو طبيعي، أو أحط زلط فيهم. حلو الكلام. الجزء ده زي ما أنا قلت لك ممكن يجي معانا انترلوك، لأن ده هيبقى حوض الزرع. ونفس الفكرة برضو على الموضوع هنا. هنا برضو ده هيبقى معايا حوض الزرع، وده هيبقى انترلوك. تجيبها مثلا، ما انت عشان تطلع اتنين يا هتجيب درجة 50 يا 60. لا تطلع دي في الطول. ماشي. يعني الدرجة اللي ورا دي حلو. 2 متر. 2 متر هتبقى كبيرة الدرجة. ما انت مثلا هتعمل عرض الدرجة كام؟ عارف الدرجة 30 30. فرد 30 مليون 30 هتبقى الخطوة بعيدة. الخطوة هتبقى بعيدة. يعني خليها مثلا تبدأ معاك من 15. يعني انت لما تيجي تشوف خطوة رجلك اهي تمام مستريح 20 سنتي مثلا اهي. سنتي و35 ما انا مش عايز برضو. انا مش عايز اللي يمشي يا سامي يفط. لا انا عايزه ماشي مستريح تمام وفي راحته وهو ماشي رجله تيجي على البسط، ما تجيش في الفاضي. انت فاهم قصدي؟ يعني انا عايز التوزيعه تبدا معايا. انا دخلت من البوابه. بوابه مقفوله يا محمد، ها؟ ماشي. انا دخلت من البوابه يا باشا، حطيت رجلي على الاستريب، ابقى ماشي مستريح. مش مضطر ان انا، انت فاهم قصدي، افط عشان اعدي اطلع السلم. تمام فانت هتحسب الطول وهتقسطها قسطنا على وتعرف لي المقاسات. عايز اديك كمان ملحوظه. انا عندي المدخل مفتوح، يعني مش هتلاقيه مقاس واحد، لان انا بسنتر على نص السلم وعلى نص المدخل بتاع الفيلا. بص هنا كده معايا، يعني انا بسنتر على الباب هنا.